تعالوا بقى كده اسمعوا صوت القرمشة. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ بجد النهاردة هنعمل الشيبسي من غير ولا نقطة زيت ولا فرن ولا حتى اير فراير، وفي اقل من 5 دقايق. يلا مع بعض بسم الله، يلا بينا. اول حاجة معانا البطاطس الحمراء، علشان دي بتاعة الشيبسي افضل وافضل. يعني ممكن نجيبها البطاطس العادية بس تكون تحمير مش طبيخ. يعني دي الشيبسي، في كمان التانية في منها نوعين، تحمير وفي طبيخ. هنجيب التحمير هنقطعها بقى بالقشورة بتاعة البطاطس. شايفينها بتطلعها رقيقة ازاي؟ عشان احنا عايزينها رقيقة جدا. ممكن نجيب المبشرة بتاعة البصل بس مش هتطلع افضل حاجة. قطعنا بقى الكمية كلها. هنروح دلوقتي نجيب بولة ونحط فيها مية مغلية وعليها ربع فنجان من الخل، ونقلب المية مع الخل كده. ممكن في الوقت ده نحط ملح كمان معاهم لو عايزين نملح من البداية. هنحط بقى البطاطس ونسيبها من ربع ساعة نص ساعة في المية المغلية دي، ونرجع للمية تكون تقدري تمسكيها بايدك، يعني تكون لسه المية سخنة ما بردتش قوي. ونبدأ نشيل منها البطاطس ونحطها على فوطة وننشفها حلو جدا. شايفين البطاطس تحسوا ان لونها اتغير شوية من المية والخل. تمام. هنبدأ بقى ننشف البطاطس تنشيفة كويسة جدا جدا. الخطوة دي ضرورية ومهمة قوي. وبعدين هنروح نجيب الصينية بتاعة الميكرويف او الطبق بتاع الميكرويف، ونبدأ نرص فيه البطاطس من غير ما نعمل فيها اي حاجة. نرص البطاطس بتاعتنا كلها، بس ناخد بالنا ان احنا ما نخليش واحدة على واحدة او حتة على حتة، حتى عايزينها كلها تبقى متعرضة كده للهواء. ونحطها في الميكرويف ونشغل على 4 دقايق. بعد كل نص دقيقة نبدأ نفتح عليها الباب بتاع الميكرويف. هنفتح الباب ليه؟ علشان نبص عليها، وفي نفس الوقت علشان نهوي الميكرويف من البخار ما يخليش البطاطس طرية معانا. وبعد نص الوقت بالظبط، يعني بعد دقيقتين، هنبدأ نقلب البطاطس على الناحية التانية علشان تتحمر معانا. وقت ما هتقلبي البطاطس على الناحية التانية مش هتاخد معاكي وقت خالص خالص، هتتحمر بسرعة وهتلاقوها قرمشت معاكم. طبعا انتوا تفضلوا متابعين وملاحظين. اول ما تلاقوا البطاطس نشفت كده وقرمشت خلاص، تبقى كده طبعا وصلت للمرحلة اللي احنا عايزينها. هنخلص الكمية بتاعتنا كلها بنفس الطريقة كده بالظبط. ما شاء الله ما بتاخدش وقت خالص، وبتطلع تحفة زي البطاطس الفرن الجاهزة. بطاطس شيبسي مقرمشة جدا من غير ولا نقطة زيت، وتقعد معاكي لحد تاني يوم بنفس القرمشة والجمال. ما شاء الله كريسبي جدا 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 جدا. حاجة كده خطيرة وصحية جدا، من غير بقى ولا اير فراير ولا فرن ولا حتى نقطة زيت. انا هنا ملحتها وبهرتها بعد ما طلعت من الميكرويف، بس الافضل ان انتوا تملحوها وتبهروها وهي مرصوصة في طبق الميكرويف قبل ما تدخل الميكرويف، وكده هيكون افضل بكتير من رشها بعد ما تطلع. وبس كده خلاص، وباي باي.